هكا يكونوا الأمهات ولا فلا. هذه هي الأم المثالية، هذه هي الأم اللي وصانا عليها الله والرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك رسول الله. هذه هي الأم المثالية ولا فلا. أم كتضرب في بنتها ليل ونهار، وتأكل في عرض بنتها ليلا ونهار، وكتبارطاجي وتوزع من يأكل في لحم بنتها وفلذة كبدها ليلا ونهارا، وكتبارطاجيهم وكتدعمهم. وراكو عارفين شكون هي، من هي هذه الأم التي اتهمت ابنتها بزنا المحارم مع أبيها، ولكن هو خرج براءة. ودابا الطامة الكبرى كتحرش القنوات باش يديروا عريضة على قناتها، على قناة بنتها، باش يقلعوا لها القناة وباش يدخلوها للحبس. كتحرش القنوات باش يديروا عريضة على بنتها. ما كفاتهاش زنا المحارم، وما كفاتهاش الفضيحة، وما كفاتهاش الشوهة، ودابا كتحرش القنوات على بنتها باش يديروا لها عريضة وباش يدخلوها للحبس. عريضة على القناة ديالها باش تدخل للحبس على العقوق. كنشوفوا شي عقوق؟ ما كاينه عقوق. البنت خرجت. حنا يوم القيامة ما يدخلنا إلا الحق، وراه سميتو الحق سبحانه. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خوتي خواتاتي، لاباس عليكم بخير؟ الأحوال مزيانة؟ العواشر مبروكة، العواشر مبروكة، العقبة العام الجاي إن شاء الله يا ربي. ايوا درتو شي تقنته، شي سلو، شي شهيوات، تبارك الله عليكم. تجمعتوا، شطحتوا، ضحكتوا، لعبتوا. ايوا حنا درنا زعما درنا المجهود واكثر. اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله. سمحوا لي عاد ندخل في الموضوع. هاد عيد المولد النبوي والله العظيم انا كيعجبني حسن من الاعياد. هاد عيد المولد النبوي، اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله، كيعجبني هذا احسن. عندك هذا النهار ديال عيد المولد النبوي، وعندك ليله القدر. هادو جوج ليالي سبحان الله العظيم المفضلتين عند الله سبحانه وتعالى. المفضلتين عندي انا كنموت على شي حاجه سميتها ليله القدر وليله العيد المولد النبوي. ويا سبحان الله كتكون السماء صافيه، ما كاين لا غيام. سبحان الله العظيم، سبحان الله ولا اله الا الله. السماء صافيه، الغيام ما كانش. غادي ندخلوا في موضوعنا، تسمحوا لي نعطيو واحد دقيقه ولا جوج لهذا العيد وهذه المناسبه العظيمه والجليله والمقدسه عند الله سبحانه وتعالى، هي وليله القدر. سبحان الله كتكون السماء صافيه، النجوم صافيين، ما كاين لا ريح لا شتا لا غبره لا، صافيه، وما كاين لا حمان بزاف ولا بروده بزاف. سبحان الله. قلتها للناس قالوا لي عندك الحق. ليله القدر، لاحظوا خوتي خواتاتي وكتبوا لي في كومونتير، ليله القدر وليله عيد المولد النبوي. المهم ديك اليومين تاع سيد الميلود، يومين 3 ايام، هي وليله القدر. السما صافيه والدنيا هانيه والنجوم، ما كاين لا حمان لا برد لا غبره لا ريح. سبحان الله العظيم. وانا ليلتين يعني المفضلتين والمقدستين عندي انا بعدا، وتاع المسلمين، وعلاش لا. وكان اللي راه عنده زايد ناقص، عنده كي سيد الميلود كي ماشي سيد الميلود، كي ليله القدر كي ماشي ليله القدر. الله يستر، الله يستر، الله ينجينا ونجيكم، الله ينجينا ونجيكم. انا كتعجبني هذه المناسبه بزاف. المهم مشينا عند الوالده، فرحنا، كلينا، شربنا الشهيوات، ضحكنا، لعبنا، شطحنا. ما بغيتش نبين لكم الشطح حشومه، ما بغيتش نبين الشطح والرديح، خفت القناه يضربوها لي بالكوبي رايت. زعما نبينو لكم، ما غاديش نبينو حنا نشطحو، نبينو زعما غير داك. كنا دايرين اغاني دينيه، مدائح دينيه، وكنشطحو عليها غير حنايا انا والوالده وخواتاتي وبنتي وبناتها وصافي. صافي خوتي داخلين خارجين، وعارفين نحشمو نشطحو قدام خوتنا. ودوزناها يعني احسن ليله واحسن نهار، وكنتلاقاو وكنجتمعوا، اللي في القلب راه في القلب، وكلها ويخلصوا الله تعالى. والعقبه العام الجاي ان شاء الله، العقبه العام الجاي، وكاع الناس راه فرحت وضحكت ولعبت وكلات وشربت، وبصحتكم وبصحتكم. العقبه العام الجاي ان شاء الله بالصحه ولهنا، بالصحه ولهنا. انسان يطلب الصحه ولهنا، راه واخا يكون الرزق يكون الزبلت على الفلوس والصحه ما كانش، والله يرزق الصحه والسلامه. الله يرزقنا الصحه والسلامه حنا وياكم. أم مثالية، جد 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 مثالية وجد عظيمة. الأم المثالية هذه اللي وصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. هاد الأم جد جد مثالية، وراكم عارفينها شكون هي بلا ما نسميها لكم. أم مثالية ولا مثيل لها،
أم مثالية ولا يعني لا شبه لها. أم مثالية تهمت بنتها بزنا المحارم، قلنا ماشي مشكل، راه تفتش حق بنتها، تعرف شكون اغتصب بنتها، فضحتها في اليوتيوب، جفت بها اليوتيوب، عطاتها القنوات كلها في عرضها. المهم راكم عارفين القصه، ما نزيدوش نعاودوا لهذيك. دابا كتوجد لواحد الكارثه اخرى، هاد الام المثاليه العظيمه واللي الله تعالى ورسوله عليه الصلاه والسلام قدسوها وعظموها، والام راه ما كانش بحالها، امك. دابا كتوجد لبنتها واحد المصيبه، كارثه عاوتاني. كتجمع القنوات وكتحرش القنوات باش يديروا عريضه على بنتها، لان بنتها يسرى اللي تمثل زين المحارم راها دابا كتدعم القنوات وحرشت القناه ويديروا عريضه على القناه ديال بنتها. وانا نظن قريبا يوصلوا 10,000 عريضه. كي يوصلوا 10,000 عريضه يعطيوها للقاضي، وديك 10,000 عريضه غادي يقلعوا لها اليوتيوب وزعما ويحبسوها، زعما يعني على اثر انها عاقه، يعني من باب انها عاقه. وهي عارضه، انا ما شفت شي عقوق. ولا نقولوا الحق نقولوا الحق، ولا ما نقولوش الحق نطفيو هذا الفيديو ونمشيو نعسو. راه فيا الرقاد الا نقول الحق، نشعل هذا الفيديو ونديرو لكم. ما نقولش الحق، اقسم بالله ما نقولش الحق، ما نديرش. انا لما ما نقول ما نديرش الفيديو بثلاث ايام 4 ايام. الا ما كانش عندي ما نقول، ما كانش واحد المعقول، واحد الحقيقه، واحد الصراحه، واحد الحاجه واقعيه، راني نقدر ما ندير لكمش الفيديو بسيمانه، ما نخرجش ب4 ايام 5 ايام، لان كاين غير الكذوب والنفاق وما كاين حتى شي عقوق. حنا شفنا غير الزقوق، ما كاين لا عقوق ولا زقوق، العق والزق والدفيش الخاوي. هذه لان حتى باها بوكريشه اللي دخل الحبس داروا له عريضه وبها مهم عريضه، وهذاك بوكريشه تا هو القناه داروا له عريضه، القنوات عريضه على القناه ديالو، وزاد تنمر على القضاء، وهذه كيدخل الحبس. الوغ هاد البنت هذه اللي تهمتها هما زين المحارم، ما كفاها زين المحارم والفضايح الكحله والجاليه ديالنا في اوروبا كيقول لك واش هادشي الكور، يقول لك واش هادشي المصريين توانسه الجزائريين. دابا ما كفاش هادشي، كتقول القنوات ديروا عريضه على قناه بنتي، يعني هذه يسرى عندها قناه بنتها، وجمعوا قريبه 9,000 كتوصل 10,000 يوصلوا للقاضي. اظن الله اعلم عريضه يعني باش يقلعوا لها القناه وباش تدخل الحبس على العقوق. يعني بغا هاد العريضه يعني باش القناه ديالها طير، كترزق الله منها. قال قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. عقلوا خواتاتي، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. هذه امها بغات تقلع لها، يعني فضحتها وشرملتها وزادت دوكا دير لها عريضه هي والقنوات باش يقلعوا لها القناه ديالها ما باش ترزق الله وباش تدخل الحبس على العقوق. وانا ما شفت شي عقوق. خرجت واحد الفيديو قالت اودي تهمتوني مع با زين المحارم، كتسمعني على ما كتهضر وصافي. كاع كنقولوا لماتنا، كاع كنقولوا للوالد ديالنا درتي لي فعلتي لي، ملي كنت صغيره تهمتيني ظلمتيني. قالت لما ظلمتيني قالت لها ظلمتيني بزين المحارم، قالت له وانا غادي نجيب حقي. حنا ما بغيناهاش تشكي بامها، جايه حشومه. كاع الام ما خصها تشكي بنتها والبنت ما تشكي بامها. انا قلت لكم والله الا ما نقولش الحق وليس الا حق، نطفي هاد الفيديو ونشبع رقاد، نضربها برقدات حتى ل5 ولا 6 ونوض ندير اتاي. هاد خرجت هاد البنت قالت اودي ما ظلمتني بزين المحارم وها با خرج براءه، ودابا غادي نجيب حقي، غادي نرد الماء ديال وجهي ونرد الدم ديال وجهي. زعما بغات ترد الكرامه. نظن بغات تشكي بامها، وحنا ضد باش تشكي بامها، حنا ضد فعلا. ولكن حتى المعين راه شكات بنتها، شاكيه بنتها على زين المحارم وتبارطاجات القنوات ودعمت القنوات ويهضروا لها في بنتها في اللايفيه تسمع. يعني هذه بنت ما خصهاش تشكي بامها، زعما بغات تشكي بامها زعما علاش درتي لي زين المحارم فضحتيني ودابا عطيني تعويض. حنا ضد هذا الشيء. كان على الام غادي تقولوا لي ما خصهاش دير هكا، فعلا البنت ما خصهاش دير هكا، ولكن الام هي اللي بدات هذه الحرب. ما فيها بس الام هي اللي تكون بعقلها ماشي البنت. الام دارت هذه الكارثه، وحنا واش نظنوا نتوما خواتاتي امكم فضحتكم في اليوتيوب وفضحتكم وشوهتكم وخلات كاع القنوات نتاع العالم العربي وحتى تاع اوروبا. قال لك سيدي حتى الكور كتبوا الخبر، قالوا واش نتوما مسلمين، واش هما مسلمين وتخرجوا زين المحارم في اليوتيوب؟ واش الام تفضح بنتها؟ واش هما مسلمين؟ الوغ الام اللي بدات هذه الحرب كان عليها البنت. الام تقول بنتها ودي انا بغيت نجيبك غير حقك، انا ماشي بغيت نفضحك. ولكن واش نقول لكم، طاحوا غير كي الام كي البنت كيف.
ولكن الام هي اللي خصها عندها العقل. البنت راه عندها غير 18 عام، الام اللي عندها 40 ولا 45. المهم راهم يديروا عريضه وهي تشوف على عينك يا تاجر. القنوات شي 70 قناه عريضه على القناه ديال هاد يسرى، ويوصلوها لسعاده القاضي ويقلعوا على القناه وبغاو يدخلوها زعما الحبس على العقوق. انا العقوق واش هي العقوق؟ العقوق هو اللي يسب ويضرب والديه الله يستر الله يستر، ولا يخرجهم برا، ولا يخليهم بلا ماكله، ولا ما يخدمش عليهم، ولا هو ياكل ويشرب والديه يشوف، ولا هو عايش والديه مساكن. انا نظن هذه العقوق. اما نخرج نقول انا ما دارت لي وفعلت لي وما ظلمتني او ما تهمتني او ما كانش تهلا فيا، هذه ماشي عقوق. هذا غير العقوق هي ملي توصل السب والشتم باوسخ الالفاظ باقذف الالفاظ، هذاك هو اللي يقولوا له العقوق. اتقوا الله يوم تلتقي الخصوم، واتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله يوم تلتقي الخصوم. واش انا ما فهمتش. حنا نديروا هاد الام حمقى وهبيله. واخا دعمت لي واحد الفيديو، هي من حقها تجيب الحق تاع بنتها. شكون اغتصبها؟ هي قالت لهم باها، ولكن خرج براءه، وهي راه دايره الاستئناف. مازال واخا البراءه كتقول لهم انا متاكده باللي هو هي كتقول، ومازال كان الاستئناف والنقد. المهم زعما باش الحاضر يبان شي دليل. واخا هادشي خاصها دير هاد القانون بلا ما تخرجوا في اليوتيوب. تعرف شكون اغتصب لها، يعني بغات تعرف واش باها اغتصبها، يعني راجلها هو باها باين البنت من حقها، ولكن ماشي في اليوتيوب. حنا هذه هضرناها مرارا وتكرارا. الوغ دابا عاودي تديري عريضه انت وصحاباتك وبغيتو تقلعوا مين تقلعوا لها القناه؟ واش بغيتوها تمشي تفسد؟ دابا القناه كتخدم بها وترزق بها الله. ما كفاكمش رميتو عليها دينا المحارم ويا الفاعله ويا التاركه ويا السطل كدا ويا شي كلمات ما نقدرش نقولهم، كلمات نبيه. واش هذه الام اللي وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الام كتحن، كتجمع، كتستر، كتخيط بالخيط الابيض. الام طيح على ولدها في النار. واحد القصه قالت لهم جاو يرميو ولدها في النار، قالت لهم رميوني انا بلاصتو. داك الولد الله اعلم لا كان عاق، كان يضربها ويشتمها ويتكرفس عليها. قصه بحال هكا. الا راني غلطه صحوا لي خوتي خوتاتي. جاو يرميوه في النار، قالت لهم رميوني انا في النار ما ترميوش هو. وزيد 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 وزيد. شحال من قصه شحال من قصه شحال من قصه. واحد عاوتاني واحد قال كان الحق الزين يحطو قدام مرتو. الحمل هلا يوريكم هم كيحط الحق الزين قدام مرتو. من قبضاتو الموت ما بغاش تخرج عمرو. هو كان مهلا فمو، ولكن غير هذا الخطا الحق الزين ديال اللحم او الدجاج او الحوت يحطو قدام مرتو. امو مسكينه كان عينها بداك الحق، ما بغاش كاع تخرج عمرو. رفقيه سول، قالت لهم اودي مو اودي، قالت لهم كان هازني كان يتهلا فيا. قال لها شوف الفقيه ارواحي سمحي له. شو اسمه انتي عارفه انتي الام ديالو. قالت لهم اودي الله يفكرنا بالشهاده. هي قالت لهم الله يفكرنا بالشهاده، غير واحد الحاجه اللي ما دارهاش معايا زينه. قال لها الفقيه وهاد الحاجه الا ما سمحتيلوش راه بقى يتعذب ما عرفت شحال من نهار، الله اعلم لا شهور هو يتعذب. الموت ما بغاش تخرج له حتى سمحت لامه. شوفوا من رحمة الله. قالت لهم هلا فيا هازني. بقات تفكر. قالت لهم قالت لهم الله يفكرنا بالشهاده، غير واحد الحاجه اللي كان يديرها معايا ماشي زينه. قال لها الفقيه شنو هي؟ اللي زعما لان هذيك اللي تغسل. قلت لها انا اللي تغسل لان ما بغاش تخرج عمرو. ولدها وقيله ولا بنتها. قلت ما ودي غير الحق الزين اللي خاطري فيه واللي نفسي فيه واللي انايا باغيه ناكلو كيحطو قدام مرتو دائما. هو كيقسم اللحم دائما، كيكون واحد في العائله يقسم، الراجل ولا الام ولا الزوجه ولا العجوزه ولا الراجل، ماشي مشكل. كون ما يقسم قالت لهم داك الحق الزين يديرو قدام مرتو وانا يدير معايا قدامي الحق اللي كيوالو. قال لها فوت المهم تسمحي له الحاجه. قالت لهم سمحت لك. قالت له سمحت لك قد السما مع الارض وقد طول العرض ديال البحر، وسمحت لك قد الجبال وقد السماوات. قال لك سبحان الله العظيم تم خرجت عمرو. شوفوا هانت. قالت له سمحت لك واخا ما كان داك الحق الزين كيحطو قدامه. وزيد كاين قصاص ديال الام اللي ضحات، وداك الزلزال عاوتاني الام اللي شافت عندها ولدها وقيله بنتها 7 سنين 8 سنين. الدار بقات واحد الحيط كان جاي غادي عادي يطيح غادي يطيح، ومشات تجري الام ودارت بنتها تحتها، وداك الام طاح الحيط طاح فوق الام وهي البنت ما صرا لها والو. يعني مشات تجري لقدت بنتها، طاح الحيط فوق امها وهي الله اعلم لا دفعت بنتها ما طاحش عليها الحيط. المهم هي لقات عليها حماتها.
كاين بزاف قصص وانا ما ديش. انا ما فهمتش هاد الام هادي والله، هاد مليونيرات اليوتيوب اللي ولات 9 على اخر ايامها، وهاد 3 من 4 ايام ولات 9. عطاوني فلوس المحامي، عطاوني فلوس المحامي، ويا كتشوفي 7 حتى ل 10 المليون، تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. ومين نتيا كتسعاي ما خليتي الفقراء والمساكين والارملات ما خليتي لهم ما يقولوا، والمساكن المعوق ما خليتي لهم ما يقولوا. والله ينعلها طبيعه والله يستر. اللهم استرنا تحت الارض فوق الارض يوم العرض. والامهات تهلاو في وليداتكم، ما تفضحوش وليداتكم وما تعذبوهمش وما تكرفسوهمش. ورا الام اللي تهلا في ولادات في الجنه، وعندكم تقولوا الامهات ما يتحاسبوش. اتقوا الله في اولادكم واعدلوا بين اولادكم. واللي يدير غير الفرز غير الفرز في ولادو كيدخل مايل. كيقولوا الملائكه الله عز وجل مالو هذا داخل مايل، الحق سبحانه يقول لهم هذا كان يدير الفرز في ولادو. فما بالكم اللي تعذب بنتها وتشوهها وتفضحها وتقول القنوات عايروها وتبارطاجيهم وديروا لها عريضه قلعوا لها القناه ودخلوها للحبس. هذا لا يعقل. واش علامه الساعه ولا الى الارض راه تهزز؟ الى ما عرفت فين غادي نوصلوا. واش الام دير هكا؟ الام راه بعد الله سبحانه وتعالى. شكون هو الحنين بعد الله سبحانه وتعالى؟ هي الام عاد الاب. هذه ام دايره هاد الكوارث في بناتها. هي فعلا بنتها دايره اغلاط، ماشي ما دايرش اغلاط. داك المزير وداك العوري وداك المكياجات، والبنت عاد عندها 18 عام والضفار طوال والمكياج قلت راه عندها 40 عام ولا 50، قلت راها عروسه كتخرج بالمكياج ديال العروسه. ولكن علاش؟ غياب الام، غياب الام، غياب حنان الام، وغياب تربيه الام، وغياب متابعه الام. يعني الام ما كاينه سامحه فيهم رميهم لزوجة الاب، باهم في الحبس. الله يجينا ويجيكم، والله يطلق سراح وسراح جميع اللي في الحبس يا ارحم الراحمين. والله يستر والله يستر. اللهم انني اسالك العفو والعافيه، اللهم انني اسالك العفو والعافيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.